السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم صينية البطاطس الجميلة دي. هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ان شاء الله تعجبكم. الحقيقة طريقة يعني اما عملت بالطريقة دي يعني كمان مش هتاخد معاكي 10 دقايق في الفرن. بصوا شكلها جميل ازاي، والطعم كان احلى واحلى. اول حاجه بقى، هنا انا حاطه الصينيه طبعا اللي انا هعمل فيها. حاطه فيها الماده الدهنيه، يعني ما بحبش اكتر الدهون قوي. عندك معلقتين سمنه على شويه زيت كده، ونزلت فيهم بصلايه كبيره مفرومه فرم متوسط، وفضلت اقلب فيها زي ما حضراتكم شفتوا كده لغايه ما بدات يعني تدبل معايا، ما خدتش لون ولا حاجه. ونزلت عليها بالطماطم. هنا الطماطم بتاعتي كيلو وربع طماطم، لان انا هعمل كيلو بطاطس. يعني لو تعملي كيلو بطاطس عليه كيلو وربع طماطم، عشان تاخد بقى التسبيكه، تاخد اللون الحلو اللي حضراتكم شفتوه في اول الفيديو ده. نزلت بعد ما نزلت بالطماطم، معايا هنا التوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسمر، شويه كزبره وكمون، وكمان شويه بابريكا، ويعني تلت معلقه كبيره كده سكر، وكمان معاهم معلقه من التوم المفروم. يعني مش بحط كتير يعني توم، يا دوب كده بس يديها ريحه وطعم. وبعد كده طبعا سبتها لغايه الصلصه بقى معايا ما تقلت وبقت بالشكل ده، اتسبكت بقى معايا. وبدات انزل فيها الفراخ. الفراخ اللي معايا دي وراك مقطعاها بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. والفراخ طبعا غسلاها ونقعاها زي ما احنا عارفين في ملح وليمون. وبغطي بقى الفراخ كلها كده بالصلصة، عشان تاخد الصلصة تبقى داخلة فيها كده وتاخد الطعم الحلو بتاع الصلصة. طبعا انا كده نزلت الفراخ قبل البطاطس ب10 دقايق، سبت الفراخ 10 دقايق. وبعد كده معايا البطاطس مقطعاها حلقات، يعني يا ريت تكون كلها سمك واحد، عشان السوا برضو ما تبقاش في حاجة مستوية وحاجة لا. سبتها بقى كده استوت على البوتاجاز، وبعد كده دخلتها الفرن، اديتها الوش الجميل ده. ما خدتش برضو 10 دقايق في الفرن، وما خدتش معايا وقت على البوتاجاز. تقدري تقدمي جنبيها بقى رز بشعرية او تاكليها بعيش طري، هتبقى حلوة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربوا الطريقة وتعجبكم ان شاء الله. واتمنى لايك حلو واشتراك في القناة، هتنوروني. والقاكم بخير مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.